السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايبي، كيفكم؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن حال وأحوال. رجعت لكم بفيديو جديد ومعلومة جديدة كما عودتكم. لا فيديو اليوم غيتمحور حول نبتة السماق. غادي نتعرفوا على طريقة الاستخدام، على الفوائد، على الأمراض اللي كتساعد في العلاج ديالها. يعني غنذكر بزاف ديال المعلومات، فخليكم معايا إلى آخر الفيديو باش تستافدوا من كل معلومة إن شاء الله. الصماق كما كتشوفوا في الصورة اللي قدامكم هو عبارة عن شجرة بها ثمار أرجوانية اللون، كتواجد في كثير من دول العالم، لكن يتواجد خاصة في دول البحر الأبيض المتوسط كفلسطين والأردن. وهو يعتبر من التوابل المهمة اللي كتستعمل وكتستخدم في المطابخ العالم، خصوصا المطبخ العربي. كما كتشوفوا هذا هو الصماق، لونه أرجواني أحمر، لونه صراحة زوين بزاف. كنحصلوا عليه بعد ما كتجف الفاكهة ديالته وكتسحق وكتخلط مع الملح، فكتكون جاهزة للاستهلاك. كيحتوي الصماق على نسبة عالية من مضادات الأكسدة اللي كتساعد الجسم على مقاومة الأمراض، وكتساعد على التخلص من السموم والمواد الضارة، وكتقوي جهاز المناعة، وكتمنحه واحد القوة، واحد القدرة على مقاومة الأمراض. القيمة الغذائية اللي كيحتوي عليها نبات السماق هو يحتوي بالدرجة الأولى على الفيتامين سي، اللي معروف عليه أنه كيساعد الجسم في مكافحة الإنفلونزا والفيروسات، وكذلك عندما نتعرضوا للجهاز التنفسي لبعض الأمراض وبعض المشاكل مثل الكحة واحتقان الصدر والتهاب القصبات الهوائية. وكذلك كيحتوي على الفيتامين جي بنسبة عالية وكبيرة، وكذلك يحتوي على الحمض الدهني اللي هو الأوميغا 3 اللي مفيد لصحة القلب وكيمنع تصلب الشرايين وكذلك التجلطات. وكذلك يحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم اللي مفيد كذلك للقلب وعضلات القلب، والمغنيسيوم والبوتاسيوم والبروتين. يعني هذه قيمة غذائية ممتازة اللي كتفيد الجسم وكتحميه بزاف ديال الأمراض. وأثبتت الدراسات أنه كيحتوي على مضادات للبكتيريا والميكروبات بشكل خاص، وله واحد القدرة عالية على حماية الجسم من الأخطار ديالها، وكذلك كيقاوم أنواع الفطريات المختلفة اللي كتصيب الجهاز التنفسي من عدوى فطرية وبكتيرية. يعني وكيحمي من التهابات المفاصل والتهابات الجلد والطفح الجلدي، وكيخفض درجة حرارة الجسم، وكيقاوم الحمى لاحتوائه على فيتامين سي ومضادات الأكسدة. بالنسبة لفوائده هي لمرضى السكر، أنه كيأثر بشكل إيجابي على مستوى السكر في الدم، أنه كينظم وكيخفض معدلات السكر، وخصوصا لمرضى السكري من النوع الثاني. وكذلك كيساعد على تحسين الكوليسترول، أنه يقضي على الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول النافع، لأنه يحتوي على أوميغا 3 والدهون اللي كتساعد على صحة القلب والأوعية الدموية. وأثبتت الدراسات قدرة السماق على مقاومة الأورام السرطانية، حيث أنه كيحارب الخلايا السرطانية الضارة وما كيأثرش على الخلايا السليمة. لهذا أثبتت الدراسات أنه إن شاء الله يكون مستخلص من السماق اللي حيكون كعلاج مكمل للعلاج الكيماوي اللي كيحصلوا عليه مرضى السرطان. بما أنه يعتبر من التوابل المهمة في المطبخ العربي كما قلت لكم، خصوصا دولة فلسطين والأردن كيستعملوه بشكل كبير، كيضيفوه للطعام ديالهم، خصوصا كيتماشى مع بعض السلطات ومع بعض الأكلات. السلطات اللي كتكون فيها البصلة، يعني البصل كتماشى مع السماق بشكل كبير، أنه فيه واحد اللدغة ديال الحموضة، فإنه كيعطي واحد اللذة واحد الطعم جيد. وكذلك كيتماشى مع السبانخ، كيعطيو واحد الطعم وواحد الحموضة زوينة بزاف. ونستعملوه كذلك في اللحم المفروم، يا سلام، يعني كيجي واحد الطعم واحد اللذة. قلت لكم هذيك اللدغة الحموضة فيه هي اللي كتخلي الطعم كيزيد في الأكل، وفي بعد ما كنضيفوه على جميع الأكلات.
وبالنسبة أنه واش ليه أضرار أو ماليش أضرار، السماق أثبتت الدراسات أنه ما عندوش شي أضرار لأنها تأثر على الجسم، لكن استخدامه يكون على حسب الأشخاص. ممكن أشخاص تكون عندهم حساسية منه أو هذا ما يستعملوش. هذه هي اللي كان لا فيديو اليوم حبايبي. نتمنى إن شاء الله الموضوع ينال إعجابكم، وما تنسونوش من الدعم ومن لايك وشير للفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه، وترقبوا فيديو جديد ومعلومة جديدة كما العادة.